عندما تكون وحيدا انتبه لأفكارك، وعندما تكون بين الناس انتبه للسانك وتصرفاتك. عندما تكون غاضبا انتبه لانفعالاتك وكلماتك، وعندما تكون عاشقا أو محبا انتبه لوعودك والتزاماتك. عندما ينعم الله عليك من خيره انتبه لغرورك ولا ترفع عن الأرض أقدامك. وعندما تكون في ضيق اطرق باب من لا يردك مهما كان طلبك. اطرق باب من لا تشعر بالذل وأنت على بابه. اطرق باب ربك. نعم، اطرق باب ربك فهو يستجيب لك ولو بعد حين. سلام حبيبتي، نتمنى من يدخل عليكم هذا الفيديو يلقاكم بألف خير. اليوم جبت لكم وصفة المادلين، ديريها راهم ولادكم في الامتحانات، وجديها وراح تلقيها كي الحسنه. تجبدي وتعطيهم يدو معاهم ولا في القهوه وقت ما يبغوا تعطيهم هاد الحبات تاع المادلين. تابعي معايا الفيديو للاخر راح تكتشفوا المقادير طريقه التحضير. قبل ما نبداو قولوا بسم الله توكلنا عليك يا ربي، ونصلوا ونسلموا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا في اناء وضعت 2 حبات بيض. البيض يكون بيضاش حاره المطبخ، ويكون كذلك يكون ابيض، عفوا كبير، يكون كبير، وإلا كان صغير غير زيدي حبه. هنا عندي راح نزيد ملعقه اديسير تاع لافاني. انا نستعمل المرجان، بنتها وريحتها شابه. كذلك ديري قرص الملح بلا ما تنسيها. وهنا عندي كاس تاع السكر. راح نضرب كل المكونات بالباتور. تقدري تضربي بالفوي مانيوال، لكن ضربي مليح حتى نتحصل على خليط يكون ابيض يتغير اللون تاعه. بعدها راح نضيف هنايا ثلث الكاس، يعني فوق الربع وتحت النص بيناتهم ثلث كاس تاع زيت. نضيفه بالتدريج ونضرب او ميم طون. والكاس اللي استعملته هو كاس المقاهي ولا كاس ام وليد اللي دائما راه عندنا وموجود في كل البيوت. كاس فيه 200 حتى 220 مليلتر. هنا راني نضيف الزيت غير بالتدريج ونضرب. كل ما نضيف الزيت نضربه مليح، نطلعه كوم شغل راهي مايونيز كيما نديروا المايونيز. السيستم تاع المايونيز نديرو غير بشويه ونضربو. المهم هاد الطريقه يخلي الزيت من بعد ما يخرجش داك اللي دم من الحلوه تاعك. هنا راني ضفت الكاس تاع الحليب. كنت حاسبه روحي نصور وانا ما كنتش نصور. وبعدها ضفت لها، ضربت شويه وضفت لها عصير نصف حبه ليمون. تقدري ما عندكش الليب تقدري تعوضيه بملعقه كبيره من الخل. راح نضيف النواشف، نفس الكاس اللي عبرت به السوائل راح نعبر به الفرينه. راح هذا الكاس الاول وراح نصيروها باش الفرينه تاعنا تهوى، وكذلك باه اونكا تكون فيها كاش حاجه ما حصيناش كوزه ولا اي حاجه. المهم ولا الشعر تاع داك الساشي. المهم دائما صاير الفرينه تاعك وتكون عندك اون بون ابيتود. راح نضيف لها كذلك انا الكاس الثاني وزدت كيسين من الخميره الكيميائيه. نخلط شويه وبعدها نشعل الباتور ونضرب غير بالباتور. تقدري هنا تستعمل الفويل، لكن انا استعملت الباتور عادي. وهنا ضفت نصف كاس من الفرينه كذلك صيرتها كما كتشوفي وراني نخلط حتى الان. كل مراحل راهي واضحه. وبعدها راح ننزل ديك الفرينه اللي راها في الجوانب. هذا هو الخليط اللي نتحصل عليه. هنا ضربت شويه زبده. راح نقول لكم شحال راح ندير. خليتها حتى بردت. احنا كيما نعرفوا نخلوها حتى تبرد، من بعد نضيفها. هنا ضفت 3 ملاعق كبيره. وبعدها راح نخلطها ندخلها في داك لاباريي تاعي. طريقه سهله ويخرج بنا ولا اروع. وكما قلت لك وصفه سهله توجديها ليه. هنا وجدت هنا خليتها ارتاحت لمده نصف ساعه. لاحظي القوام كيف راه ثقيل. انا وجدت لي مول تاعي تاع المادلين وضحت لهم البابي وعمرتهم. انا راني نعمر فيهم 3/4، نخلي الربع خاوي. لاحظي انا باللي خاصهم راني نزيد. وبعدها هنا يطيح لك شويه فوق السني، غير مسحيها باه من بعد ما تنحرقلكش ديك والسني تضلي تغسلي. المهم هنا بعد هذا راح ندير لها الكاوكاو ايفيليتي. تقدري ديري لي بيبي شوكولا، تقدري ديري السكر، تقدري تخليهم هكا عادي.
وفي هذه الاثناء راني مسخنه الفرن على درجه حراره 200 ووضع الكرياج فوق الوسط، وراح نشوفوا الحلوه تاعنا جاهزه. هذه هي وصفه المادلين، سهله ماهله، في ميم با ساعه راح تحضريها. غير لو طوني تريح لك هذيك لاباري تاعك تريح نص ساعه، ومن بعد دخليها طيب في الفوق، يخرج ولا اروع، خفيفه الشيش وبنه الليمون ولا اروع. اللي عشاق الليمون راح يعجبهم. انت ماكش من عشاق الليمون ولا ولادك ما يبغوش الليم، تقدري الاستغناء عليه وديري في بلاصه داك الليم ديري ملعقه تاع خل كبيره. تعتبر كمحسن. كذلك تقدري التزيين كما انا زينتها هنا بالكوافي، تقدري ما ديري لهاش، تقدري ديري السكر بيبي شوكولا كيما تبغي. الان تبقى ليك نتيا. وصفه سهله رائعه تجي خفيفه. الطيب طيابها هذا هو. كما قلت لك وضع الكرياج فوق الوسط، وشعل الفرن تاعك على شحال 200 راح تطيب لك كيما فوق من التحت، بلا ما تضلي تشعلي من الفوق. هذه هي وصفتنا. لاحظوا هنا كيفاه يجي خفيف، يجيه هشيش والبنه هايله. اذا عجبكم الفيديو اليوم ما تنساوش دعمي باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ومشاركه الفيديو مع اهلكم احبابكم لتعم الفائده. خليتكم في امان الله وحفظه، على خير.